صوت الصحافة، نبض الخبر. رغم ثلاثية الأهلي، الكلاسيكو يمنح ياسين بونو جائزة جديدة. حصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على جائزة جديدة بعد مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي رغم تلقيه 3 أهداف في شباكه. وكشفت رابطة الدوري السعودي عبر إكس فوز بونو بجائزة أفضل تصد في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي تعادل فيها الهلال مع الأهلي بنتيجة 3-3. وحصد الحارس المغربي الجائزة بفضل تصديه لتسديدة رأسية من البرازيلي روجر إيبانيز مدافع الأهلي، حولها من ركلة ركنية رفعها زميله الجزائري رياض محرز في الشوط الأول. وتفوق بونو على السنغالي إدوارد مندي حارس مرمى الأهلي والإسباني فرناندو باتشيكو حارس الفتح عن تصد في مباراة الحزم بنفس الجولة. وباتت هذه المرة هي الثانية التي يحصد فيها حارس الهلال جائزة أفضل تصد بعدما فعل ذلك في الجولة الأولى خلال مواجهة الرياض. صوت الصحافة، نبض الخبر.